نظم تيار المستقبل الكردي وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بوقف تسليح وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وضرورة سحب سلاحها وتحويل الدعم لقوات أخرى. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من برلين مكسيم العيسى. لا سلاح للأحزاب الدكتاتورية. تحت هذا الشعار تجمع العشرات من أبناء الجالية الكردية أمام السفارة الأمريكية في برلين في وقفة احتجاجية تنديدا بتسليح الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب والقوى الأمنية الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بسبب ممارساته القمعية والإرهابية بحق الشعب الكردي واعتقال السياسيين من المجلس الوطني الكردي ونشطاء مدنيين وإعلاميين على حد وصف تيار المستقبل الكردي الداعي للوقفة. نطالب بنزع السلاح من القوات الحماية الشعبية اليابكة، لأن هذه القوى تمارس الإرهاب بحق الشعب الكردي، القتل والتهجير والخطف والاعتقال، جميع أنواع وأصناف الإرهاب تمارس هذه القوى بحق الشعب الكردي، وهي قوة أيضا متضامنة وتخدم النظام السوري وملال إيران. هذه القوى لا تمثل أبدا إرادة الشعب الكردي. وعلى الرغم أن أغلب المعتقلين في الآونة الأخيرة لدى قوات الاتحاد الديمقراطي هم من باقي أحزاب المجلس الوطني الكردي، بقي تيار المستقبل الكردي الجهة الوحيدة التي دعت ونظمت الوقفة، الأمر الذي كشف انقساما داخل المجلس فيما يخص نزع سلاح قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وإيقاف تسليحه، خصوصا أن المجلس ما يزال يطالب المشاركة العسكرية مع الوحدات وفق اتفاقيات سابقة مبرمة بينهما. للأسف قرار غير صائب. من المفروض الجميع كان شارك بالمظاهرة، لأنه نحن الجميع كمجلس وطني كردي مستهدف، الجميع مستهدف. إن لم تكن معتقلا ستكون ملاحقا، إن لم تكن ملاحقا ستكون شهيدا للأسف. وكل الأسف حتى مكاتبنا المكاتب نفسها لم تسلم من يد البيادي للأسف. النساء لم تسلم من يد البيادي، الأطفال لم تسلم من يد البيادي للأسف. يعني كل الأسف الأمر هذا يؤسفنا، لكن هي حقيقة. التيار طالب الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل الدعم العسكري إلى قوات بيشمركة روج الكردية السورية التي تتواجد في إقليم كردستان العراق كبديل لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي، خصوصا أنها تشارك في معارك الموصل وما يزال باب التطوع فيها مفتوحا. طالبنا أيضا من الأمريكيين أن يحولوا هذا الدعم وبشكل أكثر وأكثر إلى قوات بيشمركة كردستان سوريا المتواجدة الآن في كردستان العراق، لأن هذه القوة هي تمثل إرادة الشعب الكردي وتستطيع تحرير كردستان سوريا ومحاربة الإرهاب. أيضا ممارسات الاتحاد الديمقراطي لم تقتصر على المناطق الكردية في سوريا فقط، بل وصلت إلى مكان الوقفة في محاولة لابتزاز المشاركين فيها بالشتائم ورفع رايات الوحدات، الأمر الذي اقتضى تدخل الشرطة الألمانية منعا لحدوث أي صدامات. بين مؤيد لسلاح قوات حزب الاتحاد الديمقراطي كجزء من قوات التحالف الدولية ومعارض لها في حربها ضد أبناء الشعب الكردي من نشطاء مدنيين وإعلاميين وسياسيين وخصوصا من المجلس الوطني الكردي، تبقى القضية الكردية في سوريا ضحية للخلافات الحزبية الكردستانية والتوازنات الإقليمية والدولية. مكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. ناقش هذا الموضوع مع ضيوفي حسين جلبي محامي وكاتب صحفي من هامبورغ عبر سكايب، وزوار العمر كاتبة محلل سياسي من بروكسل أيضا عبر سكايب. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد زوار العمر بداية بما سمعناه من مطالبات في هذه الوقفة في برلين بتحويل الدعم العسكري الذي تعطيه أمريكا لحزب الاتحاد الديمقراطي إلى قوات بشمركة روج الكردية السورية التي تتواجد في إقليم كردستان العراق. ما تعليقك على هذا الطلب؟ نعم، أولا مساء الخير وتحية مساء لك. طبعا هذا موقف هو أعتقد أنه موقف معزول من قبل مجموعة صغيرة جدا دأبت على التغريد خارج الخطاب الوطني الكردي الداعم شعبيا ورسميا حتى من قبل الأحزاب المختلفة مع حزب الاتحاد الديمقراطي والمنظومة التي خلفه.
يعني كلها تبدي كل الاحترام والتقدير لوحدات حماية الشعب الكردي والتضحيات التي قدمتها هذه الوحدات من شبابها وشاباتها في سبيل حماية منطقة روجافا من الهجمات الإرهابية. واستطاعت هذه القوات خلال 4 سنوات على الأقل من تأمين الحد الأدنى من الأمن والاستقرار للمواطنين، كل المواطنين في المناطق الكردية، ليس فقط الكرد وكل حتى المكونات الأخرى والنازحين الذين نزحوا عن مناطقهم سواء من دير الزور أو الرقة أو من حلب أو من باقي مناطق سوريا ولجأوا إلى المناطق الكردية ووجدوا فيها لأن وجدوا فيها الملاذ الآمن، وكل ذلك بسبب يعني الأداء الرائع والتضحيات الغالية التي قدمتها وحدات حماية الشعب. طيب. النقطة الثانية بهالكل كلام اللي ذكرته أستاذ زوار، بروح فيه الأستاذ حسين جلبي. يعني الأمور كتير منيحة والدنيا وردية وحزب الاتحاد الديمقراطي ما في أحسن منه، أمن وأمان في المناطق الكردية، ملاذ للنازحين، ليش معترضين؟ مساء الخير. يعني الأمان موجود في مناطق النظام السوري أيضا. اسمحي لي أولا أن أوجه تحية لتيار المستقبل فردا فردا. هؤلاء يمثلون الشريحة الكبيرة من الشعب الكردي، الشريحة الصامتة، الشريحة الخائفة، الشريحة التي تتعرض للانتهاكات والقمع، والتي غيب حزب الاتحاد الديمقراطي صوتها بأعمال القمع التي يمارسها. السلاح الذي وصل إلى وحدات حماية الشعب أو إلى حزب الاتحاد الديمقراطي منذ بداية الثورة السورية خرج من مستودعات نظام الأسد، ومآله في نهاية المطاف العودة إلى مستودعات الأسد. هذا السلاح لم يخدم الكرد وقضيتهم وأهدافهم في شيء، فقط توجه أول ما توجه إلى صدور الكرد عبر عمليات قتل على الهوية، عبر مجازر لا تخفى على أحد، لا يخفاها حتى الأعمى لا يستطيع إخفاء تلك المجازر. مجزرة البدر والحنان في القامش وعفرين، مجزرة عمودة، مجزرة يعني في العرات الحاصل، القائمة تطول. هذا السلاح يستخدم اليوم في خطف الكرد وسجنهم، في دفعهم إلى الهجرة. هذا السلاح يستخدم في معارك أو أصبح الكرد الذين يستخدمونه وقود في معارك ليس للكرد ناقة فيها أو لا ناقة فيها ولا جمل. السلاح لم يخدم القضية الكردية. النظام لا زال موجودا في المنطقة، هو الذي يحافظ على الأمان، هو الذي يحافظ على الأمن والأمان والاستقرار المعروف عن نظام الأسد الأب والابن. خارج المنطقة الكردية استعمل حاملي السلاح الشبان الكرد وقود لتنفيذ أجندات ليس للكرد فيها أي مصلحة. مئات إن لم يكن آلاف الشبان الكرد والشابات الكرديات قتلوا في منبج. من المسؤول عن دماء هؤلاء؟ في اليوم التالي يعلن صالح مسلم وجماعته انسحابهم من منبج بعد تهديد تركيا أو طلبات، أو بعد أن رفع التحالف الدولي وروسيا الغطاء عنهم. هذا السلاح أصبح وباء على الكرد، وهنالك البديل. تيار المستقبل وجميع الكرد يطالبون بتسليح لشكري روج آفاي كردستان. هؤلاء هم الشبان الكرد الذين تركوا نظام الأسد، تركوا العسكرية وانشقوا عن نظام الأسد، وانضم إليهم عشرات الوطنيين المواطنين الكرد الشرفاء. هؤلاء طيب. اليوم يقاطعون داعش لأنه ليس هنالك، لأن حزب الاتحاد الديمقراطي ومن ورائه النظام السوري لا يسمح بدخول هؤلاء لاستلام المنطقة التي يقال بأنها محررة، والنظام السوري يمسك بقبضة من حديد هذه المنطقة. يعني نظام الأسد موجود مخابراتي. بس لأي درجة برأيك هذا الطلب يعني ممكن يعطي نتيجة للمطالبين بحقوقهم مثل ما ذكرت، واللي ويحل شو عم بيصير بمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي بتسليم السلاح للبشمركة برج الكردية اللي عم موجودين بإقليم كردستان العراقي؟ يعني كيف ممكن يساعد الأكراد الموجودين بسوريا؟ هو حقيقة هذا الطلب معنوي، لا أتوقع بين ليلة وضحاها أن يتم الاستجابة لهذا المطلب. يعني السلاح الموجود لدى هذه القوات وهؤلاء الشبان الكرد الذين يرفعونه مع الأسف الشديد هم أيضا ضحايا لهذا الحزب، ضحايا لأجندات إيرانية روسية وأمريكية، يعني أكبر من الكرد بكثير. الكرد أصبحوا مع شديد الأسف يعني بين سندان النظام السوري مطرقة النظام السوري وسندان حزب الاتحاد الديمقراطي. هؤلاء الذين فقدوا حياتهم هم شبان مغلوب على أمرهم. يعني مطالبة الكرد بتسليم السلاح إلى البشمركة أو إلى آخره، هذا الطلب ليس يعني من المستحيل أن يتحقق، ولكنها مسألة معنوية للفت الانتباه إلى ما يجري للكرد من قمع على أيدي هذا الحزب الذي توغل كثير.
النقطة اللي ذكرتها وبنتقل فيها الأستاذ زوار العمر، يعني رغم كل شيء ذكرته حضرتك أستاذ زوار عن رغد العيش في ظل حزب الاتحاد الديمقراطي، إلا أنه ضيفي حسين جلبي يقول بأنه يعني الشباب الكرد عم بيموتوا من أجل أجندات خارجية، دخلوا على منبج وراح ضحايا ورجعوا طلعوا بأوامر وأوردرات خارجية. يعني أولا أنا لم أقول أنه الشعب الكردي يعيش في رغد العيش تحت سلطة لا، هو من كلامك الإدارة. مبين أكثر من رغد العيش. لا أنت عم تحمليني لأنك أنت متحاملة على جزء أساسي من الشعب الكردي. أنا ماني متحاملة هون على حدا. أنا عندي وجهة نظرين ضيفين من يعني هذا الحكي بتقوله حضرتك لما بكون جايبة، ماني جايبة حضرتك كضيف معي، بس طالما لا. أنت موجود معي كضيف فأنا بنتقل لك بنفس الكلام اللي قاله حسين جلبي ولسيد حسين جلبي بنفس كلامك كمان. ما تحملني مسؤولية شيء. أنا لست مسؤول، ليس لي أي تعليق على كلام ضيفك، لا، أنا فقط عندي ملاحظة عندما تقوليني شيئا لم أقله. أنا قلت أن وحدات الحماية الشعبية الكردية خلال 4 سنوات قامت بتأمين الحد الأدنى على الأقل من الحماية للمناطق الكردية، للمكونات الموجودة فيها، للنازحين الذين نزحوا إلى المناطق الكردية ووجدوا فيها الملاذ الآمن. أنا قلت هذا الشيء، ومع العلم المناطق الكردية وضعها كوضع كل المناطق في سوريا، تعيش حياة اقتصادية صعبة، وأسعار غلاء في الأسعار، وكثير من المشاكل والبطالة. طيب، ولكن إذا كان جزء من الأكراد ومن الأحزاب السياسية الأخرى اللي هي ما لا مجبرة تكون مع حزب الاتحاد الديمقراطي يرون في البشمركة الكردية أنه هي أولى بحمل السلاح، يرونها وطنية أكثر من البيدة الموجودة في المناطق الكردية الآن. أولا، الأحزاب المجلس الوطني الكردي وهي أحزاب وطنية، وأقصد فيها المجموعات الموجودة في الداخل اللي إلها مقرات ومكاتب تحت جناح سلطة الإدارة الذاتية، واللي هي في الواقع جزء من الائتلاف الوطني السوري وتطالب بإسقاط النظام، واللي من المفروض إذا كانت هذه المناطق تحت سيطرة النظام بشكل مطلق أن تبادر قوات الأمن للنظام إلى إغلاق مكاتبها واعتقال أعضائها. لا، بس هي معارضة تحت سقف الوطن مرضي عليها. تمام. والمهم يعني نحن المجلس الوطني منذ البداية وفي كل البيانات والتصريحات التي يعني نشرها عبر عن احترامه وتقديره للتضحيات التي قدمها وحدات حماية الشعب. كل مطالبه كانت تتمثل في السماح بدخول قوات بيشمركة روج آفا للقتال إلى جانب أخوتهم في وحدات حماية الشعب الكردية لأخذ قسط من واجب الحماية عن المناطق الكردية. لم يقل المجلس الوطني ولم تقل القوى قواها السياسية أنه بيشمركة روج آفا أفضل وطنية أو شرفا من وحدات حماية الشعب. هؤلاء هم أبناؤنا، ووحدات حماية الشعب هم أبناؤنا، ونحن نكن الاحترام لجميع المقاتلين الكرد سواء في روج آفا أو في جنوب كردستان. أستاذ حسين الجلبي، إذا كان المجلس الوطني الكردي مثل ما قال ضيفي زوار العمر ما معترض على حزب الاتحاد الديمقراطي وموجود فصائل في يعني أحزاب وتيارات سياسية معارضة موجودة تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي وما حدا عم بيقرب عليهم، هي بس المشكلة واضح أنه عند فئة قليلة، مجموعة صغيرة مثل ما ذكر ضيفي زوار العمر؟ سيدتي، حزب الاتحاد الديمقراطي أصاب الحياة السياسية وحتى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكل الوجود الكردي بتصحر، يعني هرب وفر مئات آلاف الكرد أمام قمع هذا الحزب. حزب الاتحاد الديمقراطي لم يجد يعني في نهاية المطاف بعد 4-5 سنوات من القمع، من المجازر، من الاعتقالات، من السجن، لم يعني هو ظن أن الحياة قد استقرت له وأصبح هو الموجود في المنطقة. ما يجري مؤخرا يدل على أن هذا الحزب
يعني لم يحقق اهدافه هذه، فما زالت طب ليش ما عم نشوف لك حراك شعبي واسع استاذ حسين؟ يعني مثلا انت اكيد متابع لكل المناطق السوريه، لما بيصير في شيء، يعني مثلا من كم يوم طلعوا بحلب مظاهرات، بإدلب طلعوا مظاهرات من اجل توحد الفصائل، بمعرة النعمان مثلا ببعض المناطق لما كان جبهة فتح الشام تعمل ممارسات ما تعجبهم كانوا يطلعوا ويعبوا الدنيا، يطلعوا مظاهرات. عم نشوف يعني ساكتين على الوضع يعني ممكن تكون عدم متابعة من القناة أو لا أعلم بالضبط. اسمحي لي أن ألفت الانتباه إلى ما جرى قبل يومين من مظاهرة، يعني بعد قيام حزب الاتحاد الديمقراطي وآسايشه فرعه الأمني باعتقال عشرات النشطاء والحزبيين والمستقلين الكرد. خرجت عدة مظاهرات كان آخرها أول أمس أو أمس، وقام الحزب وقامت شبيحته بالاعتداء على المتظاهرين. حقيقة هنالك اليوم وردت أخبار أن إحدى المتظاهرات أو إحدى النساء كانت من المشاركات نعم. حامل في الشهر الثامن، فقدت جنينها نتيجة اعتداء شبيحة عليها. أنا بتمنى أنك يعني تفيدنا بهالروابط هي وهالفيديوهات هي، لأنه بتعرف حضرتك طبعا أنه مراسلي أورينت تم طردهم وفي منهم تم اعتقالهم وتم طردهم من كل هالمناطق هي. نعم. قناة الأورينت ممنوعة من التغطية في المنطقة. تماما. أنا بتمنى إذا في هيك فيديوهات أنك يعني تفيدنا فيها، وبتشكرك كثير على هالمداخلة. انتهى وقت الحلقة، أعذرني استاذ حسين، انتهى وقتي. شكرا لك حسين جلبي، محامي وكاتب صحفي، كنت معي مباشرة من هامبورغ على هذه المشاركة. كما أشكر زوار العمر، كاتب ومحلل سياسي من بروكسل.